بقول لك ايه رأيك لو قلت لك انك تقدر تستخدم برامج ادوبي الاصلية بكل مميزات الذكاء الاصطناعي وببلاش او بحرفيا تمن خروجه. عايزك تركز معايا في الثلاث طرق دولت عشان هينقذوا جهازك وشغلك من الكراك، وعلى فكرة اخر طريقة هي اهم واحدة. طيب ما تيجي نشوف. يلا بينا. الطريقة الأولى الثغرة الشرعية، أدوبي بتديك 7 أيام مجانا. طيب ولما يخلصوا أعمل إيه؟ ما تعملش إلغاء تثبيت عادي، امسح البرنامج من جذوره بأداة أدوبي الرسمية، وبعدها رستر الراوتر عشان تغير الأي بي بتاعك، واعمل إيميل جديد وحمل تاني. أيوة بس كده، وبكده يا صديقي هتاخد أحدث نسخة أصلية بدون ولا فيروس وببلاش تماما. الطريقة التانية حل البشوات، أدوبي بتدي خصم للطلبة 60%. سعر حزمة أدوبي كلها حوالي 480 جنيه في الشهر. تقول لي غالي، هقول لك شغل دماغك يا صديقي، رخصة أدوبي بتشتغل على جهازين في نفس الوقت. هات صاحبك الأنتيم أو الديزاينر اللي شغال معاك ويسيهم الليلة بالنص، يعني هتدفع 240 جنيه بس وهتاخد نسخة أصلية 100% وكل أدوات الذكاء الاصطناعي اللي مش شغالة في أي كراك. طيب أنا مش طالب وعايز الخصم يا صديقي، شغل دماغك، أغلبنا إن ما كانش كلنا كان شغال بيفعل حسابات جيميناي وهو مش طالب أصلا ولا حاجة. في طرق كتير جدا على يوتيوب ممكن تخليك تتخطى خطوة إثبات إنك طالب أصلا. الطريقة التالتة بقى يا صديقي هي حيلة الفاير. لو معاك نسخة أصلية وفي الفترة التجريبية ومش عايزة تطلب نت وتقف عليك فجأة، ادخل على ويندوز ديفندر فاير وبعدين روح على الأوت باوند رولز واعمل بلوك لمسار البرنامج، وروح للإن باوند رول واعمل نفس الخطوات. كده أنت عزلت وقطعت عنه النت، والنسخة هتكمل معاك لمدى الحياة، هيشتغل معاك طيارة وعمره ما هيفصل. بس طبعا هتضحي بميزات السحابة والاي اي. التفاصيل دي كلها بقى واكتر وازاي تطبقها خطوة بخطوة مشروحة عملي عندي على القناة. ولو مش عايز ادوبي اصلا وعايز بدائل، عندي فيديو تاني يا صديقي هتلاقيه على القناة فيه اقوى البدائل لبرامج ادوبي. كل ده شرحته لك بالتفصيل الممل على القناة. روح شوف الفيديوهات دلوقتي على اليوتيوب عشان تنقذ جهازك وتبدأ تشتغل صح. انا محمود ابو خطيب، ما تنساش اللايك العنيف وبس كده، وسلام.